ما كنتش قادرة إن أنا لا عارفة أشوف حاجة ولا نور ولا حاجة، يعني مش شايفة حتى نور قدامي، مش شايفة حتى نور قدامي. كانت زي ما تكون فيها تجمد، فيها مية كتير، ما كنتش بصراحة شايفة بيها خالص. اتطورت لحد ما بقيت حاسة إن أنا زي ما أكون شايلة حاجة تقيلة في عيني. أنصح أي حد عنده مية في عينه بيضة ما يستناش لما تقلب بحاجة أكتر، لأن أنا استهونت واتأخرت، وكان ده أكبر غلطة ممكن الواحد يعملها. كان ده أكبر غلطة ممكن الواحد يعملها. أنا نادية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا عيني كنت حاسة بإن عيني اليمين مش شايفة بيها. الأول كانت عيني الشمال، والحمد لله عملت العملية، وحضرتك يعني بقيت بشوف في 100%. وبعدين بعد كده عملت العين التانية، وبس كنت تعبانة قوي بقى في العين التانية. كانت زي ما تكون فيها تجمد، فيها مية كتير، ما كنتش بصراحة شايفة بيها خالص. لكن الحمد لله ربنا يجعل في ايدين حضرتك يعني البركة والشفاء. وبعدين عملت لي العملية والحمد لله 100 والبنك كويس، والتفاتير كل حاجة، والمستشفى ما شاء الله دنيا العيون، والبركة بحضرتك. يعني أنا شفت ناس كتير في المستشفى وقعدت معاهم، ولا يمكن 30 واحدة، كلهم بصراحة قالوا لي الدكتور هشام محمد غريب ربنا يبارك له. فعلا دعوات الدنيا كلها بتدعي لحضرتك، ربنا يبارك لك يا رب، ويجعل في ايديك الشفاء للناس كلها. يعني حضرتك بتحكي لنا قصة المية البيضاء، حسيتي بيها ازاي؟ عرفتيها ازاي؟ انت فاكرة ان هي كانت جاية قافلة، انت ما كنتش شايفة الا خيال تقريبا. كنت شايفة هنا. فقولي لنا هي اتطورت معاكي لغاية فين وامتى وازاي خدتي قرار عملية؟ اتطورت لحد ما بقيت حاسة ان انا زي ما كنت شايلة حاجة تقيلة في عيني، تعبانة فعلا، وما كنتش قادرة ان انا لا عارفة اشوف حاجة ولا نور ولا حاجة، يعني مش شايفة حتى نور قدامي. طيب العملية نفسها خدت وقت قد ايه؟ حسيتي بيها ولا لا؟ لا اولا ما شعرتش بأي حاجة، يعني خدت حوالي كده 4 دقايق العملية. أنصح أي حد عنده مية في عينه بيضة ما يستناش لما تقلب بحاجة أكتر، لأن أنا استهونت وكنت واتأخرت، وكان ده أكبر غلطة ممكن الواحد تعملها. حسيتي بفرق بعد العملية بقد ايه في النظر؟ على طول بصراحة بعد ما طلعت أنا، لما غطيت عيني وبعدين لما روحت وشلت غطا العين وحطيت العين التاني، حسيت إن الدنيا نورت قدامي. احنا دلوقتي بقالنا قد ايه من العملية وشايفة قد ايه؟ أنا دلوقتي بقالي من العملية تاني يوم، ده تاني يوم. الحمد لله. لا شايفة، وحتى إن أنا أشوف ال الشاشة بتاعت اليمين والشمال والفوق وتحت، الحمد لله زي الفل، يعني ما شاء الله 6/6. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. ويسلم ايديك يا دكتور. السلام عليكم. أنا المهندس الشاري عبد العزيز ياسين. زوجتي هي كانت عندها مشكلة في ويضة في الرجلين، وعملنا العملية الأولى في عينها الأولانية، وإن أنا شفته وشعرت بيه فعلا الشغل المظبوط. لدرجة إن إحنا بعد ما فترة من العملية كشفنا لقينا نظرها بقى 6/6، فده اللي خلاني استنى الدكتور عشان ينعمل عينها التانية. وفعلا عمل لها العين التانية امبارح، والحمد لله يعني النتيجة مرضية جدا 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 جدا. ده اللي بيخلينا دايما نيجي ورا الدكتور هشام. يعني أنا على فكرة يعني أنا كنت في اسكندرية وشبه مقيم دلوقتي في اسكندرية، رجعت مخصوص عشان أعمل العملية في العين التانية للمدام، وإن شاء الله برضه مستنيه لغاية ما يخلص دورات المتابعة بتاعته اللي بعد العملية عشان أرجع تاني اسكندرية.